درست في حوزة الإمام أن أكل الجبن من الناحية الفقهية مكروه إلا إذا كان معه الجوز. من الناحية الفقهية أكل الجبن مكروه إلا إذا كان معه الجوز. من الناحية الفقهية مكروه إلا إذا كان معه الجوز. أما إذا مع عسل ومع أما إذا كان مع العسل والجبن ما يجوز ولا يصح وأكله آثم. الآن واحد من المؤمنين أول الصبح يريد أن يأكل الخبز والجبن ويدري الله يقول له لا تفعل هذا العمل، مو حرام ولكنه مكروه، يرتكب هذا المكروه، ما يشعر بالامتعاض لذلك. واسمع، الإمام الخميني قال أن البطاطا مع البلاء حلال. يو معلش يو مع السلامة خلاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.